بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه وجايبالك معايا افكار حلوه جدا وموفره للفطار وللعشاء. فتعالي نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وحطي اللايك بتاعك، ولو انتي اول مره تتفرجي على هبه ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. انا غليت اللبن من امبارح بالليل علشان اخد منه كميه القشطه اللي انتي شايفاها ديت كده. واول حاجه القشطه دي نقدر نستخدمها في حاجات كتيره قوي. يوم يبقى عامله فطير مثلا مشلتت، ونزلت لكم طريقه الفطير امبارح اللي هو فطير الطاسه. نقدر نستخدم مع القشطه بتبقى طعمها حلو قوي. ممكن مثلا نعمل سندوتشات قشطه وجنبيها حلاوه للولاد، وعملنا مع بعض الحلاوه. تقدري تعملي قشطه ومعاها عسل اسود او عسل ابيض مع الفطير، الله على الجمال. تقدري بقى تحوشي القشطه دي وتستخدميها بقى معاكي في ايه؟ تحطي معلقه منها على البشاميل، تزودي بقى الكمية وتكتري كمية القشطة، وكل ما تحوشي تشيليها في الفريزر وفي النهاية تطلعي منها سمنة بلدي. الله، الست الشاطرة بقى هنا هي اللي تدبق وتوفر ويبقى عندها كل حاجة في البيت. دي كده القشطة. ندخل بقى على بقية المواضيع بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. اخدت من اللبن كوباية وركنتها على جنب. نفس الكوباية اللي انا استخدمتها للبن استخدمتها للدقيق، اخدت منها كوبايتين ونخلتهم كويس جدا. انت هتعملي ايه؟ هعمل كيكة. بس الكيكة اللي انا هعملها النهاردة لو مشيتي ورايا وفيها هتطلع احلى واطعم كيكة عمرك في حياتك ما اكلتي زيها ولا هتدوقي زيها. هيحلفوا بجمالها. كيكة طعمها حلو قوي. ومش بس كده، ده احنا معانا افكار كتيرة. اصبري بس، خليكي معايا وركزي. اخدت معلقتين كاكاو كبار، يعني بمعدل كده ممكن نقول اقل من نص كوباية، حاجة بسيطة. معايا حبيتين من البيض مخرجاهم من التلاجة قبل ما ابدأ كده بحوالي 10 دقايق. تمام كده؟ تمام. رشة ملح حلوة على الدقيق. ومعايا هنا نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها اللبن هي اللي عايرت بيها الدقيق، حطيتها كوباية سكر. معايا بقى زيت، والزيت اهم حاجة يكون زيت نضيف مفهوش ريحة علشان خاطر يطلع الكيكة بتاعتك حلوة وطعمها حلو. حطيت نص كوباية زيت، ومعايا سمنة بلدي. وطبعا نقدر نستبدل السمنة البلدي بسمنة النباتي، مفيش مشاكل خالص. اخدت معلقة واحدة. يبقى المجموع كله معايا كده كوباية الا ربع من الزيت على السمنة. معايا الصينية، والصينية بتاعتي مقاس 26، هدهنها دهنة حلوة بالسمنة. صليتي على الرسول؟ طب يلا صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. بصي، اهم حاجة في موضوع الكيكة، لاني بتسأل كتير جدا على الكيكة: ليه الكيكة بتطلع غامقة من جوه؟ ليه الكيكة بتطلع هبطانة مني؟ ليه الكيكة بعد ما تخرج من الفرن بتهبط؟ ليه الكيكة الوش بتاعها بيلزق؟ ليه الكيكة ما بتطلعش حلوة ومفرغة من جوه، بتطلع معجنة وبحسها نية والكلام ده؟ بصي يا ست الكل، هجاوب معاكي على كل الحاجات اللي هي ممكن تخطر على بالك دلوقتي. اول حاجة، عشان الكيكة تطلع معاكي كويسة في البداية كده، تروحي شغلي الفرن اول ما تبدأي اللي انت تشتغلي في مقادير الكيكة. يعني بصي، انا وريتك كده الولاعة اللي انا اروح اولع بيها الفرن. تمام كده؟ انا كنت بولع الفرن، انا لسه ما بدأتش في اي حاجة للكيكة. بس حضرت المقادير جنبي، يعني خلاص هشتغل في الكيكة. ولعت الفرن على درجة حرارة 180. تمام تمام. وحضرت المكونات كلها اللي انا هستخدمها. وحدي الكوباية علشان خاطر تديكي نتيجة حلوة. هتعمليها في الخلاط، هتعمليها بالمضرب اليدوي، هتعمليها بالمضرب الكهرباء، هتعمليها على ايديكي، مفيش مشاكل خالص. اهم حاجة في الخطوات اللي هقولك عليها: انزلي بالبيض. لو انت هتعمليها في الخلاط اسمعي مني بس وما تراجعيش ورايا. انزلي بالبيض وبعد كده الفانيليا. لو انت هتعمليها على ايديكي قلبيهم الاول. تمام. لكن لو هتعملي في الخلاط ادلقي كله على بعض. بعد ما نزلت بالبيض، نزلت بالفانيليا، نزلت بالحليب، نزلت بالسكر، نزلت بالزيت على السمنة. وهاخد بقى الكلام ده كله في شفشق الخلاط واضربه كويس جدا. لو هتعمليها على ايديكي انزلي بحاجة حاجة عشان ما يبقاش الموضوع تقيل قوي. انزلي بالبيض الاول، بعد كده انزلي بالحليب، انزلي بالسكر تدريجيا حبة حبة. بعد كده انزلي باللبن. انا قلت اللبن الاول، لا، انزلي بالزيت. بعد كده بقى معلقة السمنة وقلبي كله مع بعض. لو في المضرب برضو تدريجيا. الخلاط هفضل مستمرية في الضرب لحد ما يبدأ معايا فوم بالشكل ده كده. في المرحلة دي اقدر اقولك خلاص. بس في تكاية صغيرة جدا لازم تخلي بالك منها. وهي ايه التكاية؟ هي انك لازم تخلي السكر يدوب معاكي كويس جدا في شفشق الخلاط.
او لو هتعمليها على ايديكي او بالمضرب. تمام كده. انا هنا نخلت الدقيق مرتين، وده مستحب اللي انت تعملي كده علشان خاطر تخلي الهواء يدخل بين الطبقات بتاعه الدقيق ويديكي كثافه حلوه قوي للكيكه. بعد ما نخلت كوبايتين الدقيق نزلت عليهم بكيس من البيكنج باودر. هنزل بالخليط كله بالشكل دوت كده، وابدأ بقى ان انا اقلب في اتجاه واحد. اهم حاجة اللي السكر يدوب معاكي كويس جدا في قلب الخلاط. المسي الخليط بايديكي بين صوابعك كده، لو لقيتي لسه في حبيبات سكر يبقى لازم تضربيه كويس جدا. عيدي الضرب بتاعه تاني علشان خاطر تتأكدي ان السكر اتطحن معاكي، ودي خطوة مهمة جدا اوعي تفوتيها خالص. امسكي الخليط كده وحطيه على ايديك تلاقيه ناعم كده وسايل معاكي، ما فيش سكر ولا في حبيبات، كده انت في الامان. ده اللي بيخلي الكيكه بتاعتك تطلع غامقه من جوه، ده اللي بيخلي الكيكه تلزق من فوق الوش. الخطوات اللي بقولك عليها دي بسيطه بس بتفرق والله. اخدت نص الخليط ركنته على جنب، والنص التاني اخدته حطيت عليه معلقتين الكاكاو. والكاكاو اللي انا مستخدماه ده كاكاو خام اسباني جايبه من عند العطار. تمام كده تمام. لو لقيتي الكاكاو تقيل معاكي زوديها شوية حليب، هتبدأ اللي هي تلف معاكي بس في اتجاه واحد. وخلي بالك، عرفتي بقى الكيكة ليه من جوه بتطلع غامقة؟ عشان السكر ما بيكونش دايب. السكر طول ما هو مش دايب معاكي، طول ما هو في جوه الفرن بيبدأ يتكرمل. اول ما يبدأ يتكرمل هتلاقي الكيكة بتاعتك بدأت اللي لونها يبقى غامق قوي من جوه، ودوت مش مستحب او مطلوب يعني. طب الكيكة ليه بتهبط مني اول ما بطفي عليها الفرن واخرجها، مع انها بتبقى جوه الفرن عالية كده والارتفاع بتاعها عالي؟ بصي يا ست الكل، اول حاجة اول ما تخلصي صينية الكيكة وعملت لها اختبار التسوية، اوعي تخرجيها من الفرن. اطفي النار وسيبيها كده من دقيقة لدقيقة ونص جوه الفرن عشان تاخد درجة حرارة الفرن، وبعد كده خرجيها من الفرن، عمرها ما هتهبط منك. طب هي اصلا جوه الفرن من قبل ما انا اخرجها وهي هبطانه من النص، اعمل ايه؟ استخدمي الصينيه اللي متفرغه. الصينيه اللي متفرغه هتديكي كثافه حلوه قوي، وهتخلي الكيكه تطلع منك حلوه. هنا بقى بعد ما قسمت الخليط نصين وحطيت بقى عليه كاكاو، حطيته بقى في الكوبايات كده عشان اقدر ان انا اشكل معايا الكيكه. وطبعا مستحب اللي انت تدهني الصينية سمنة مش زيت. كل ما تدهني الصينية بتاعتك سمنة كل ما الحروف بتاعت الكيكة تطلع حلوة كده والارتفاع بتاعها حلو. لو دهنتيها زيت هتلاقي الزيت طلع فوق وش الكيكة وما بقتش حلوة قوي. اسمعي مني. وطبعا تعفريها بتعفير الدقيق حلوة كده، حتى الجوانب كمان برضو تعمليها عشان تطلع حلوة. طبعا تقدري تحطي قبل ما تحطي الكاكاو، لو انت عايزه كيكه من غير شوكولاته اعمليها كلها زي ما هي كده، انزلي بيها في الصينيه. لو عايزاها زي ما انا عملت براحتك خالص، عايزاها كلها شوكولاته حطي الكاكاو على الكميه كلها. مش عاجبك الرسمه بتاعتي اعملي الرسمه اللي تعجبك. انا هنا كنت خلصت خلاص الشكل، ومعايا لسه خليط من الشوكولاته وخليط من الفانيليا، فبدات بقى ان انا ازود الكميه بالشكل دوت كده. وطبعا الفرن شغال، بدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. ما بشغلش الشوايه، الشوايه ما بتشتغلش على الكيكه. بتقعد في الفرن من 40 ل45 دقيقه، بتطلع احلى واطعم كيكه. بس خلي بالك كل فرن وليه درجه الحراره بتاعته، يعني من الدقيقه ل35 بص عليها. تمام تمام. هنا بقى كانت خرجت من الفرن بسم الله ما شاء الله، الارتفاع بتاعها عالي، شكلها حلو وطعمها احلى. السكر مظبوط، تقدري تزودي سكر لو انت حابه. لو انت بتحبي الكيكه مسكره اوفر، حطي مع الكوبايه اللي احنا حطيناها حطي معاها ربع كوبايه من ربع النص كوبايه. بس لو هتشربيها بالشاي نصيحه مني هي كوبايه بس، حلوه قوي. بس لو اطفال صغيره زودي لهم شويه السكر عشان تبقى مسكره كده زي الكيكات اللي بيجيبوها من السوبر ماركت. بصي بقى ارتفاع الكيكه من جوه حلو ازاي، تحسيها اللي هي ايه، حته فانيليا وحته شوكولاته كده، مديه طعم حلو قوي وشكل احلى. مفرغه من جوه، لونها فاتح وجميله وارتفاع عالي وزي الفل. كل دوت بحبيتين بيض بس. انا نسيت اقولك زودي كمان معلقه خل لو انتي خايفه اللي هي الارتفاع بتاعها ما يطلعش عالي قوي كده، لكن في النهايه الارتفاع بتاعها يطلع عالي وزي الفل. التسوية بتاعتها مظبوطة، ما بتلزقش ولا اي حاجة خالص. بسم الله ما شاء الله. هستناكي تجربيها وتقولي لي رأيك فيها ايه. تعالي ندخل على الوصفة اللي بعد كده.
تخيلي بقى كل كمية القرص اللي انا عاملاها دي، انا مش عارفة هما كام واحدة، عديهم بقى وقولي لي كام واحدة. من نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق يا هبة عملت الكمية دي كلها؟ اه والله العظيم من 4 كوبايات دقيق عملت الكمية دي كلها. تنفع بقى في الفطار، تنفع في العشاء، تنفع تاخديها معاكي الشغل، تنفع تديها لجوزك وهو رايح الشغل، واحدتين 3 كده مع كوباية شاي وهو قاعد في المكتب. بصي هي شغالة معانا في كل حاجة. دي القرص النواعم اللي بتتباع في الفرن بالكيلو. معايا هنا كده نص كوباية من السمنة. السمنة عادية خالص، سواء علب او سمنة بلدي، فهي مش هتقولك لا. حطيت عليها ربع كوباية من الزيت. حطيت عليها 5 معالق من السكر. معلقة كبيرة من الحليب البودر، اللي هو اللبن البودر، ودوت اختياري، مش حابة تحطيه خلاص. معلقة كبيرة من الخميرة، الخميرة الفورية. معايا كوباية من المية نقدر نستبدلها باللبن، بس هي المية طلعت معايا خطيرة وادتني طعم حلو قوي بصراحة، وما تختلفش عن بره كتير. تنفع كمان الولاد ياخدوها معاهم التمرينة، لان احنا عاملين شوية سادة وشوية بالعجوة، فتديهم باور كده وطاقة حلوة قوي. نزلت بقى ب4 كوبايات من الدقيق كده 3. 4 كوبايات من الدقيق يعني نص كيلو بالظبط. طبعا لو عايزة تكتري الكمية براحتك خالص. رشة ملح بسيطة، واعجني بقى الكلام ده كله مع بعضه في قلب العجين. لو ما عندكيش عجان استخدمي ايديكي، مفيش مشاكل خالص. هتعلي التست بتاع المخبوزات. كل ما تعملي بايديكي كل ما تحسي كده براحة نفسية، تحسي كده ان البيت بتاعك مليان خير. كل ما تشغلي الفرن تحسي كده بروايح حلوة، تحسي بيتك عمران بالخير، مليان طول الوقت. حاجات بسيطة بس بتفرق والله في النفسية. بصي بقى هنا بدأت اللي هي تتلم معايا. لو احتاجت مية ممكن نزود لها من ربع كوباية ومعلقة معلقتين على حسب الدقيق اللي انتي مستخدميه. خلاص كده خلصت معايا بالشكل دوت. هعجنها كمان شوية عشان اتأكد اللي هي بقت معايا تمام. اول حاجة علشان خاطر نطلع الكمية اللي انا عملتها دي كلها، اشتغلي فيها وهي لسه ما خمرتش، ما تخليهاش تخمر. ليه يا هبة؟ هقولك دلوقتي كل حاجة. بصي كده هعجنها انا كمان، يعني هي لسه معجونة في العجان كويس جدا. اتعجنت في الحلوة معجونة دي اتعجنت في العجان كويس جدا، لكن انا برضو هعجنها تاني. عجنتها كده بايديا، هغطيها بكيس بلاستيك واسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق عقبال ما اعمل العجوة. تعالي بقى نحضر مع بعض العجوة. معايا هنا عجوة حطيت عليها معلقة صغيرة من السمنة، وهعجنها كلها في قلب بعضيها. العجوة بتتباع فين دلوقتي؟ بتتباع في كل حتة، عند العطار، عند السوبر ماركت هتلاقيها مثلا. والله عند بتاع الخضار برضو هتلاقيها. لو بتاع خضار مثلا اللي هم مش في السوق، اللي هو بتاع الخضار اللي بيبيع مثلا فاتح محل وبيبيع خضار وخل وحاجات من الحاجات اللي انتوا عارفينها ديت، هتلاقيها بتتباع عنده. بيبيعوا بلح برضو، فهتلاقيها بتتباع عنده. حطيت عليها شوية معلقة سمنة. تقدري تحطي معلقة سمسم. انا كنت بعمل معجنات تانية وحط عليها سمسم، ففاض معايا شوية فحطيت كله على بعضه. قسمت بقى هنا العجوة بتاعتي ل5 جرام، كل واحدة 5 جرام. ببرمها كده على ايديا وببدأ ان انا ابططها تبطيطة بسيطة قوي، من 5 ل6 جرام. يعني انا ما زودتش بصراحة عن كده، عشان القرصاية اللي انا هعملها صغيرة. دي الكمية كلها. طبعا انا حطيت معلقة السمنة على العجوة عشان ما تنشفش مني. في الوقت دوت العجينة خلاص كده هتبدأ اللي هي تخمر، لكن انا بدأت اللي انا اشكلها قبل ما تخمر. هنا هوزنها، هعمل القرصاية 25 جرام بس كده. انا مش عايزاها اكبر من كده. على فكرة القرص دي بتتباع غالية جدا في الفرن، بتبقى سعرها بالكيلو. بصي حجمها قد ايه، حجمها مني كده وحلوة وجميلة وزي العسل. تقدري تعمليها وتشيليها في الفريزر. حبايب قلبي اللي طلبوا مني الحاجات المعجنات اعملها بالدقيق الاسمر او بدقيق الذره، حاضر من عينيا الاتنين. نبدأ نشتغل بدقيق الذره ودقيق الاسمر. خلصت بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا انا وزنت علشان خاطر كله يطلع قد بعضه في النهاية. هخلص بقى كل الكمية بنفس الشكل وبنفس الطريقة. ابدأ ان انا اقفلها بالطريقة دي كده واكورها كويس جدا.
وطبعا تحطيهم بالترتيب عشان لما نيجي نبدأ بأول واحدة. هي لحد دلوقتي ما خمرتش يا جماعة، عشان نبقى متفقين، انا هخمرها بعد ما اشكلها. ليه عملت الخطوة دي يا هبة؟ عملت الخطوة دي عشان خاطر تديني كمية كبيرة جدا، وطبعا انا مصغرة الكمية زي ما انت شايفة، فعملت معايا كمية كبيرة. بعد ما تخمر بقى وانا مشكلاها، القرصة هتلاقيها كبرت معاكي شوية. اللي بعملها بقى ببدأ ان انا ارص كده جنب بعضه عشان ابقى ماشية بالترتيب كده واخلص الكمية كلها. خلصت الكمية كلها بسم الله ما شاء الله. يلا عدولي كام قرصاية، الشاطرة اللي هتكتب كام قرصاية طلعوا من 4 كوبايات دقيق. انا حطاهم بالظبط، يعني السطر سطر زي ما انتوا شايفين كده. بحط بقى جواها، ببدأ ان انا افتحها كده ابططها شوية واحط جواها بقى الايه، العجوة، وبروح قافلاها كويس جدا. وبروح بقى مديها كده خطين صغيرين جدا بحرف السكينة. موضوع مش محتاج والله افتكاسة ولا اي حاجة، تقدري تعملي كمية اقل من اللي انا عاملاها، بس عايزة اقولك اعملي اكتر من الكمية اللي انا عاملاها، لان بجد هتعجبهم قوي. خطين صغيرين كده زي اللي بيتباعوا بره بالظبط. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا انا هعمل منها سادة، تقدري تعمليها بال بايه، اللي تاني مع العجوة، انا نسيت والله، فكروني بالله عليكم، نسيت اسمه خالص. المهم اللي عارفة تكتبلي في الكومنتات. بصي اهم حاجة في الموضوع اللي انت تقفليها كويس جدا. انا اشتغلت بقى هنا كده على الرخامة علشان اسهل على نفسي شوية. ببدأ ان انا افردها بالشكل دوت، ابططها، احط جواها العجوة، اروح قافلاها، وبحاول وانا بقفلها اقفلها على نفس شكل العجوة اللي جوه. هبططها بقى بالطريقة ديت كده. السكينة المشرشرة هي اللي هتقطع معاكي كويس، يعني الفتحتين اللي فوق دول بالسكينة العادية مش هتتفتح كويس، لكن السكينة المشرشرة هتتفتح معاكي كويس وهتديكي نتيجة حلوة. كده خلصت خلاص. بحطها بقى في صينية مش مدهونة اي حاجة خالص. اخلص الكمية كلها، كل صينية تخلص بروح مغطيها علشان خاطر بقى اسيبها تخمر. هتسيبيها قد ايه تخمر؟ هسيبها حوالي ساعة. ساعة كتير قوي يا هبة؟ لا مش كتير ولا اي حاجة، سيبيها ساعة تخمر براحتها، وبعد الساعة تعالي نشوفها. بصي شكلها بقى قبل الخمر. بصي دلوقتي بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله، تضاعف حجمها، حجم القرصية كبر كده وبقى حجمها حلو قوي. هي هشة على فكرة، خلي بالك يعني كمية القرصية دي تحسيها اللي هي كبيرة، لكن هي هشة من جوه ومفرغة كده وطعمها حلو قوي. هدخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني درجة حرارة 180. كنت مشغلة الفرن قبليها ب10 دقايق. وطبعا مش هشغل الشواية لان هي مش هتحتاج شواية. انا بحط الشبكة فوق شوية، يعني الشبكة مش في النص، الشبكة فوق شوية، تمام كده، عشان خاطر تتحمر معايا وتبقى بالشكل والجمال دوت كده. اول ما تخرج من الفرن حطيها في طبق كده غويط شوية عشان تحطي الكمية كلها مع بعضيها. رشة مية بسيطة قوي من البخاخ وغطيها بفوطة نظيفة. بس كده خلاص. وكده تطلع معاكي احلى واطعم قرص، طعمها زي العسل، طعمها حلو قوي. قرص النواعم الدايبة اللي ريحتها تجيب اخر الشارع، ولو مستخدمة سمنة بلدي الله على الجمال. دي اللي محشية عجوة. بصي القرصية كده وانتي بتاكليها تبقى عايزة واحدة تانية، الواحدة بتجر واحدة من غير شاي ومن غير لبن، والله تتاكل حاف كده بتبقى طعمها زي العسل. هفتح لك واحدة كمان بس ما تكونش محشية ووريكي شكلها عامل ازاي من جوه. طعمها خطير، طرية وزي العسل. تنفع بقى في الفطار، تنفع طول اليوم اللي عيال واخدين اجازة وطلباتهم ما بتخلص وعايزين اكل كل شوية، فاعملي لهم بقى الحاجات الحلوة دي. عايزاكي ترجعي كمان للفيديوهات، تاخدي فكرة كده عن الفيديوهات اللي انا عاملاها، كلها مخبوزات وكلها حاجات حلوة قوي هتفيدك ان شاء الله بإذن الله. تعالي ندخل بقى على الوصفة اللي بعد كده عشان واثقة انها تعجبك قوي. هنعمل مع بعض العيش الشامي بطريقة حلوة، ينفع بقى للسندوتشات الصبح في الفطار، ينفع كمان تاخديه معاكي النادي لو هم وراهم تمرينة، تحط لهم فيهم اي حاجة، سواء بطاطس كاتشب ومايونيز، سواء طعمية عاملينها في البيت مع شوية سلطة،
ده لو هياكلوها دلوقتي، عشان خلي بالك الجو حر والحاجات ديت بتحمض بسرعة. هتعمليه جبنة مش هيقولك لأ، هتحطي فيه جبنة رومي، هتعملي سندوتش برجر برضو طعمه خطير. بصي انتي ليكي حرية الاختيار، شكلي بقى الحشوة دي بتاعتك انتي، انا هوريك الطريقة وانتي بقى عليكي تنفذي. 4 كوبايات دقيق من المج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. معلقة خميرة فورية. هحط بقى معلقتين سكر. حطيت معلقة واحدة، عايزة تحطي معلقتين حطي، بس انا حطيت معلقة واحدة. رشة ملح حلوة كده، وهقلب الكلام ده مع بعضه كويس جدا. انا هعجن باللبن، حابة تعجني بالمية براحتك. معايا كوباية من الحليب بنفس معيار المج اللي احنا استخدمناه في الاول، هي الكوباية، بس يختلف الشكل، بس الحجم واحد. هعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. تقدري تعجني باللبن الرايب، تقدري تعملي بالشرش بتاع الجبنه القريش لو متوفر عندك، لو انت بتعملي جبنه قريش على طول في البيت انا هعملها لكم ان شاء الله وانزلها لكم. تقدري تعملي بلبن قاطع براحتك. انا استخدمت كوبايه من اللبن العادي وكوبايه من الميه، بس كوبايه الميه انا ما كملتهاش كلها. هعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا لحد ما العجينه بتاعتي تتلم. نقدر نسويه على النار من فوق، ونقدر نسويه في فرن البوتاجاز. شوف اللي اريح لك ايه. انا بالنسبه لي كان اللي اريح لي فرن البوتاجاز، وطلع معايا منفوخ وبيتفتح ويتعمل سندوتشات، ونقدر نفرزه في الفريزر ونطلعه للولاد كده كل ما يعوزوا. خلاص اتعجنت معايا بالشكل دوت. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات، عليه افضل الصلاة والسلام. هسيبها بقى تخمر شوية، وبعد ما تخمر كده حوالي نص ساعة هرجع لها تاني. خمرت معايا بالشكل دوت كده. تعالي بقى نشكلها مع بعض. معايا على الرخامة شوية دقيق، رشة دقيق حلوة كده، وابدأ انزل بالعجينة كلها. العجينة بتاعتي طرية لينة بس مش بتلزق في الايد. معايا صينية فيها رشة دقيق برضو، وهبدأ ان انا اخد بقى كل قطعة كده، وابدأ ان انا اقفلها بالشكل دوت كده، واكورها كويس جدا، واحطها في قلب الصينية اللي عليها دقيق. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة بالشكل دوت كده. وهنا كنت خلصت خلاص الكمية كلها. بسم الله ما شاء الله، طلعوا معايا كمية حلوة، والرغيف كده محمل، ومن جوه هتلاقيه اللي هو تقيل معاكي شوية، مش خفيف ورق كده اللي هو العيل ياكله ما يشبعهوش، لأ، لو كل واحد يشبع معاه. طبعا الحشوة بتاعته سواء تحطي جوه بطاطس او جبنة فبيشبع، وصغير بس بيشبع. سيبته بقى يخمر كده شوية كمان لمدة 10 دقايق، وده كان شكله بعد ال10 دقايق. تعالي نبدأ بأول واحدة أنا ابتديت بيها، بس خلي بالك بقى على مهلك، وواحدة واحدة عشان يتنفخ معانا في الفرن. رش الدقيق على الرخامة، وابدأي اللي انتي افردي، بس وانتي تفردي افردي بقى ايه، شوية كده وشوية كده، عشان عايزين نطلعه دايرة. امبارح عملت معاكم برضو عيش شامي حلو قوي، بس بقى اللي هو ايه، بيضاوي، ينفع بقى زي الرغيف الفينو كده، وسويته برضو معاكم في الفرن، لكن الطريقة كانت مختلفة شوية. معايا بقى صينية عليها فوطة، ومعايا فوطة تانية، كل ما اعمل واحد احطه على الفوطة واغطيه بالفوطة التانية. اهم حاجة اللي انت تغطيه عشان ما ينشفش الوش بتاعه ويعمل قشرة كده وما ينفخش معاكي في الفرن. بالراحة وعلى مهلك، والموضوع محتاج صبر بس وطولة بال عشان النتيجة تطلع حلوة وانت ترضي عنها. لو مستعجلة مش هينفخ معاكي، فعلى مهلك وانت بتعملي. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. بصي السمك بتاعه مش كبير قوي، لكن بقى طلع طعمه زي العسل كده. خلصت الكمية كلها بسم الله ما شاء الله. هجيب بقى معايا فرن البوتاجاز، مش هجيبه انا اللي هروح له هروح لفرن البوتاجاز واجيب الصاجة اللي بتبقى مع الفرن واحطها في النص. بس خلي بالك لما احطها في النص انا هقلبها من فوق زي ما انت شايفه، انا حطاها بالمشقلب. ليه؟ عشان خاطر يتنفخ معايا بكل سهوله. مشغله النار من تحت ومشغله النار من فوق. ولو انت حابه تشغلي المروحه، لو بوتاجازك فيه شغلي، انا ما شغلتهاش بصراحه. بصي بسم الله ما شاء الله،
العيش بيتنفخ والوش بيتحمر، بسم الله ما شاء الله زي العسل، ما بياخدش وقت خالص، وانتي قاعده في اقل من 10 دقايق هتلاقيه بسم الله ما شاء الله. بس اهم حاجه اللي يطلع منك عشان ما ينشفش، ابدأي اللي انتي غطيه بفوطه نظيفه. اول ما تخلصي كل اللي يطلع حطيه في طبق وغطيه بفوطه وحطيهم فوق بعضيهم عادي، مفيش مشاكل. خلصت بقى الكمية كلها، بصي بسم الله ما شاء الله زي العسل. حابة تحمري الوش بتاعه اكتر من كده براحتك، بس كده التحميرة بتاعته حلوة قوي. بيتعمل سندوتشات فول بيبقى زي العسل، طعمه حلو قوي قوي قوي. وطبعا الفول ان شاء الله باذن الله هتلاقوني نازله لكم بيه في خلال الاسبوع اللي احنا فيه دوت كده ان شاء الله باذن الله. لو عايزه الطريقه ومستعجله عليها ارجعي بقى للقناه هتلاقيه موجود برضو. بس كده خلصنا، ايوه خلصنا الحمد لله، خلصنا العيش ونقدر ان احنا نعمل كمية كبيرة ونشيلها في الفريزر، ووقت ما نعوز نطلعه للولاد يعملوا سندوتشات ويبقى خطير سواء في الفطار او العشاء. تعالي نعمل كمان الطحينة، لان الطحينة من اساسيات البيت، لان الطحينة دلوقتي بقى سعرها عالي قوي، وطبعا في اكلات كتير قوي لازم جنبيها طحينة. ويمكن الجبنة القديمة احلى حاجة فيها شوية الطحينة. الجبنة القديمة برضو من اساسيات البيت، لازم تكون موجودة عندك على طول، الاولاد يفطروا بيها، يعملوا منها سندوتشات بتبقى طعمها حلو قوي. فنعمل شوية طحينة لزوم الحركات وتنفعنا. معايا كوباية من الدقيق، كوباية من الفول السوداني، كوباية من السمسم الابيض. هحطهم في طاسة واقلب كله مع بعضه بالشكل دوت كده. هرفعهم على النار، نار هادية جدا، وافضل مستمرية في التقليب. انا عايزة اخرج منهم الرطوبة لكن ما احرقهمش، انا مجرد بس ما هي تدفى معايا. اول ما المسها كده الاقيها دافية زي ما انت شفتي يبقى كده خلاص. هجيب بقى شفشق الخلاط، اللي هو مش الشفشق، الكبة بتاعة الخلاط اللي بنطحن فيها الفلفل الاسود اللي هي الصغيره، وابدا انزل بقى بشويه شويه جواها لحد ما اضربهم ناعم جدا. عايزه اخلي الفول السوداني واخلي السمسم ناعم زي الدقيق كده بالظبط. انا عندي الكبه دي بتعمل نفس المفعول بتاع الكبه بتاعه الخلاط الصغيره، فانا حطيتهم هنا علشان خاطر بس دي حجمها كبير شويه فتخلص معايا اسرع. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده، بصي بودر خالص معايا ودوت المطلوب. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول وتعملي الطحينة في البيت، اوفر واحسن من بره. خلي بالك انا كان عندي الفول السوداني والدقيق موجود عندي والزيت، فكل اللي انا جبته ب20 دقيق ب20 جنيه سمسم ابيض بس كده، وعملت معايا حوالي كيلو الا ربع من الطحينة. تنفع بقى مع شوية عسل اسود جنب الفطير، تنفع تحطيه على الجبنة القديمة. لو انت بقى عاملة مثلا بابا غنوج تحطي على البتنجان. بصي الطحينة بقى شغالة معانا شوية بقى، عاملة حواوشي مثلا عايزة سلطة طحينة خطيرة. خلصت الكمية كلها بقت معايا بودر زي ما انت شفتي. هجيب بقى كوباية من الزيت واحطها جوه شفشق الخلاط، وانزل بقى بالخليط اللي انا عملته دوت كده. حطيت منه معلقتين وهبدأ ازود دلوقتي، انا مش هحتاج زيت تاني، هي كوباية زيت واحدة. كوباية زيت، كوباية دقيق، كوباية سمسم، كوباية فول سوداني. حابة تستغني عن الفول السوداني وتحطي كوبايتين من السمسم مفيش مشاكل خالص. خلصت كده الكمية كلها بسم الله ما شاء الله زي العسل. حاجة كده اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. املي بيتك خير بأقل الامكانيات، حاجة هتوفر معاكي طول الشهر وهتفرق معاكي في الميزانية. بحبكم جدا وسلام عليكم.